في سورة البقرة الآية 143 في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن فأمة الإسلام مطالبة بالمقاييس النقلية وبالمعايير العقلية أن تثبت وجودها وأن تعمل من أجل تحقيق مركز الصدارة لتقود العالم من جديد، لأن هذا الزمان لا يقبل الضعفاء، لا يقبل المهزومين، بل لا يقبل الممزقين. فالأمة مطالبة أن تعتصم أيضا بحبل الله المتين، بالعروة الوثقى التي تحقق تماسكها ووحدتها من أجل تحقيق المراد، من أجل تحقيق المقاصد والغايات. ثم أن هذه الحضارة دائما في المقدمة، هذه الحضارة التي نطالب ببنائها لا بد أن تتضافر جهودنا. لا يمكن أن يتحقق البناء الحضاري إلا في ظل الوحدة وفي ظل تكامل الجهود وتضافرها كما فعل الأولون.